انا جالي دكتور، انا جالي دكتور اطفال ببنته. ركزوا معايا عشان انا بتعصب ويرجعوا يقولوا الدكتور ده بلطجي. لا والله، والله لا والله ما بلطجه، بس هو فيض بالكيل. يعني انا كيلي فاض. دكتور اطفال جاب بنته من اسبوع. خدي يا بنتي عندها امتحانات يا دكتور، فاحنا مش عايزين حاضر لو سمحتي تمشي واحد اتنين تلاته وما تخرجيش بره السطور دي لحد ما تمتحني وتجيلي. سهل الكلام سهل. 3 ايام يا باشا لقيت ابوها عندي بره. خير يا بيه؟ اصل البت جالها غيبوبه يوم الاربع، وخلي بالك انا ما بتاثرش بكلمه غيبوبه دخلت العنايه، ما تخش العنايه، هي دخلت التراب اسمها العنايه. يا ريت انا اخش العنايه حد يعتني بيا، ومش اي عنايه دي مركزه. يعني هنعتني بيك، هنعتني بيك باللي خلفوك، هنعتني بيك قوي. المهم دخلت في غيبوبه، وبعدين قال لي زي ما حضرتك شايف ما هي قاعده قدامي اهي، عايز ايه يعني؟ قال لي اصل انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. قلت له يا باشا انت يوم ما دخلت في غيبوبه يا بنتي كلت ايه؟ سبق عليا. إيه حضرتك عارف الرز والبطاطس زي ما انت قلت له يا باشا بقول لحضرتك يوم الغيبوبه الصبح ساعه ما جت بتنهج، واقسم بالله لولا الضغط امرض الاقي لي كفته رز. قلت له يا باشا هو انا كاتبها كفته رز في الورقه؟ قال لي لا. قال لي مش هو لحمه على رز؟ وانت قال تاكل رز وبطاطس ولحمه، ما هي لحمه ورز. وهنا بقى كان قرار، عشان محدش يرجع يقول بقى الدكتور يعني بيتعصب، يعني محدش يرجع يقول الدكتور بيتعصب، وده دكتور زميلي المفروض. قلت له بص يا دكتور حضرتك انا هرجع لك فلوس الكشف اللي فات، ومش عايزك تبقى العيان بتاعي اصلا، وخدها وارجع بيها يا باشا. خدها، خدها. لا مش حالات السكر، ما بيموتوش السكر دول، ده حالات عبيطه دي، ده كده كده بيخف لوحده اصلا بتاع السكر ده. والله طب والله العظيم بتاع السكر ده لو انا شلت ايدي من عليه وبنعت الانسولين اللي هيخف في نفس اليوم بالليل. يعني ارميه كده بس كده، احطه على سرير، احطه على سرير بس وما علقلوش حاجه، يوم الصبح يبقى كويس. اه والله. ايه يا شيخ؟ ارد عليه اقول له ايه ده بعد يا باشا؟ ايه ده بعد النهده يا باشا؟ انت فاكر الكلام راح جه كده صد رد؟ لا ده منهده، ده انت بتتكلم مع واحد حخام يهودي، حخام قاعد معاك. ايه ده يا حبيبي؟ والله ما اكلت غير الرز والبطاطس، ودقنه كده يا باشا. اقسم بالله ما كانت غير كده. قلت له طب اطلع استنى بره بقى لحد ما تفتكر انت اكلته ايه. طالما رز وبطاطس ما يعملوش الحاله دي، ما يعملوش الاعراض النهجان دي. اطلع بره بقى وافتكر بره يا عم الشيخ. فطلع قال لي اصلها عندها. قلت له انا ماليش فيه، عندها امتحانات. قلت له تعبانين. ودكتور والله، والله دكتور اطفال. قلت له بقى قلت له يا باشا خد عالج بنتك انت، انا مش عايزك اصلا. الله، ما كفته مليانه خرا يا مدام، فيها كرات وفيها خضره وفيها بصل وزفت. الله، هو انتوا هتخانوا دماغكم انتوا كمان؟ ده ايه الهم ده؟ واللي ياكل يستحمل، يعني اللي عايز يدح ما يقولش اح وخلاص. انا مش عايز منك حاجه يالا اصلا. الله، ما تدفع وسط وما تشتكيش، وخد انسولين برضه وما تجيليش اصلا. مش عايزك، انا مش عايز دول، مش عايز دول والله. الله، هو انت فاكر لما تدفع فلوس كشفك انت اشتريتني؟ لا مش عايزك. ده ايه ده؟ ده ايه الكفار دول؟ ايه ده؟ ايه اكلمه من انهي منطق؟ لا دين عارف اخش له ولا علم عارف اخش له، وهو بتاع اطفال انا بتاع كبار مش عارف اخش له برضه. ايه ده؟ والله العظيم يا اخي انا لو كنت اديته بالبتاع ده على دماغه كنت ارتاح، بس انا طردته من العيال. الراجل ده ما يجيش تاني قدامه. انت ودخلت العنايه. طب وعملت ايه؟ ربنا نصفها يعني الحمد لله، عبرت القناه في العنايه المركزه، خرجت بمجهودها بفضل الله. الحمد لله يا سيدي، كتر خيرك، الحمد لله. اشكركم، اشكركم يا باشا انها دخلت العنايه وخرجت بمجهودها. جيت لي ليه بقى النهارده؟ عشان تكفر سيئات امي؟ مش فاضي.
والله العظيم، والله العظيم مها مصطفى بتقول والله العظيم، والكلام ده امبارح تامر الباز قالهولي. عيان عند وراح بديكي ايه، وكان عنده رجليه سليمه، رجليه اسودت جوه الرعايه، رجليه اسودت، جاله اكيوت اسكيميا جوه الرعايه المركزه، وما بنبقاش عارفين حصل ايه، والكلام ده حصل من كام يوم مش من زمان. خلاص روح حل بقى يا اخويا انت وهو يا ايها العلماء. اصل انا ضد العلم، انا راجل متاخر، انا راجل متاخر، انا بكلمك في التشريط، فن التشريط، فن التجزيع على الازاز، فاهم؟ انا بكلمك في الرسم بالوان الميه، ما بكلمش في طب يا عم. خلاص انتوا علماء، كلكم علماء بتاع عيال سليمان، هو انتوا. والله العظيم، والله العظيم حاجه